في برنامج دار العز، ودار العز ما نجموش نتعداو من غير ما نحكيو على عز البيئة. العز نتاع البيئة كيفاش نحققوه؟ نحققوه بالوعي، بمدى وعي المواطن بالبيئة نتاعو، على خاطر فيها تأثيرات قيمية، تأثيرات اجتماعية، تأثيرات تنموية. القيمة هي قيمة البيئة اللي هي الانتوراج نتاعنا واللي لازمنا نحترموه. عندنا الموارد الطبيعية نتاعنا، عندنا صناعتنا. راهو انت بكر حكيت على الصناعة، راهو اذا كان نعملوا الشروط نتاع السلامة في الصناعة نتاعنا راهو نجموا نستحفظوا على البيئة نتاعنا. اي احنا مانيش ضد الصناعة، بالعكس الصناعة، لكن يلزمنا نلتزموا. الالتزام اجتماعيا. المجتمعات العالمية كيفاش تتقاس بمدى نظافتها، مدى نظافة الهواء نتاعها، نظافة التربة نتاعها، نظافة الشارع نتاعها. هذا كيفاش يقيسوا المجتمعات. المجتمع كي يبدا نظيف معناه يقول لك هذا مجتمع راقي. احنا مالوريزمون ساعات راهو المواطن التونسي ولا يطبع مع البلايص اللي ما فيهاش احترام للبيئه، ولات حاجه عاديه عنده، وهذا راهو اللي ما نحبوش نوصلوا له. هذاك علاش يلزمنا نلوجوا على عز البيئه، على خاطرها البيئه عزيزه كقيمه. راهو البيئه مش معناها محيط نتعايشوا معاه موروث، لا، المحيط هذاك راهو عنده قيمه كبيره برشا، يلزمنا نستحفظوا عليها من الاجيال الصغرى باسون بالاجيال المتوسطه اللي هي معناها الكوليج الليسي، من بعد باش نخلقوا اطارات جديده في البلاد، اطارات جديده عندها كومبيتونس علميه، عندها كفاءات علميه، لكن يلزمهم يكونوا معناها من العباد المنسجمين مع البيئه نتاعو. راهو الانسجام مع البيئه هو اللي يخلق العز. نرجع لكلمه العز، راهو كل حاجه عندها العز نتاعها. العز نتاع البيئه في احترام الوعي البيئي، في احترام سلوكيات، في احترام البيئة ككل، احترام الجار واحترام بيئة، على خاطر البيئة بالمفهوم الشامل نتاعها هو ما يحيط بنا. راهي البيئة ثم مفهوم غلط كوثر يلزمنا نصلحوه شوية. راهو مش البلدية تلم حشاك الفضلات، مش هذيك هي البيئة. راهو البيئة بالمفهوم الشامل نتاعها هو ما يحيط بنا واللي نتعايشوا معاه ويلزمنا نستحفظوا عليه، كيما المنظومات الطبيعية نتاع التنوع البيولوجي نتاعنا، الثروة الحيوانية، الثروة النباتية يلزمنا نستحفظوا عليها، غاباتنا، كياساتنا، الماء يا كوثر. أنا توا ثم برشا عباد يستغربوا كي نحكي على ندرة الماء، يقول لك هاي سدود معبية، لكن الندرة راهي موجودة، وراهو ثم نهار مش يجي تحل السبالة ما تلقاش ماء. هذايا علاش يلزمنا نحضروا رواحنا الأيام هذيا، ونحضروا رواحنا للندرة نتاع المياه، على خاطر ثم تغييرات مناخية أثرت على كل شيء. التغييرات المناخية هو الاحتباس الحراري اللي هو أثر على كل شيء، يلزمنا نقرأوا له حسابه، يعني يلزمنا نعتادوا، معناها نحضروا رواحنا لما يتغير. يعني أنا كمواطنة تونسية برشا شتاوي سدود تعبيت، ما ندخلش في التريب نتاع سيق واعملوا سدود معبيه، لانه كان فما نقص في الاعوام الاخيره، ممكن اللي السناء يعوض ولو قليل، لانه المائده المائيه تضرت. اي هكا ما شاء الله المائده المائيه فيها خيرات ربي والسدود فيها خيرات ربي، لكن يلزمنا نخموا للاجيال القادمه. هذا هو معناها البرنسيب تاع هي بيدهم السدود باش يتعدى عليهم الصيف، حراره مرتفعه، فما ايفابوراسيون باش يتبخر. معناها هذاك اللي لازمنا نقراو له حسابه. واستراتيجيه الدوله ماشيه في المحافظه على المياه، الريكوبيراسيون تاع المياه. عندنا برشا مياه ضايعه، يلزمنا نستحفظوا عليها. ثم السبل العلميه، ثم الطرق علميه ان نستحفظوا على المياه، ونستحفظوا على مخزون المياه الموجود عندنا اللي هو راهو مستقبلنا. راهو المستقبل اذا كان ثم معناها حرب في السنوات القادمه، راهي حرب على موارد المياه، على خاطر تو اللي ما عندوش ماء ما عندوش حياه، وديما احنا نربطوا الماء بالحياه بصحه المواطن. هذا هو العز نتاع البيئه، ان نحترموا بيئتنا، نحترموا ما يحيط بنا، نحترموا المحيط. وثم برشا حاجات كوثر يلزم المواطن العادي يعرفهم. احنا علاش نتكلموا بلغه مبسطه؟ باش نوصلوا الميساج للناس الكل. ثم يلزمنا ما عادش نقبلوا التلوث، يلزمنا ما نطبعوش مع التلوث، يلزمنا ما نقبلوش. يلزم المواطن يكون معناها فيجيلون وحده، ويكون يقرا حسابه ويرفض التلوث، على خاطر كي المواطن يرفض يولي مجتمع
نبداو من المجتمع المصغر، من الدار. فهمت؟ العز نتاعنا يبدا في دارنا هكا ولا؟ من بعد نخرجوا للحومه، من بعد نخرجوا للمنطقه الكبيره، القريه نتاعنا ولا المعتمديه نتاعنا ولا المنطقه البلديه نتاعنا اللي هي معناها وين ثم سلطه محليه، ثم تصرفات معينه تقف عليها السلطه المحليه، ثم سلطه جهويه والسلطه الوطنيه. لكن المنظور اللي زلنا نتفكروه ونغزروا منه المنظور هذا ان احنا مواطنين في العالم. راهو المشكله بتاع التغيرات المناخيه كوثر راهي مشكله عالميه مش مشكله محليه. معناها البلدان اللي قاعده معناها اللي عندها معناها معامل برشا وعندها انبعاثات غازيه برشا، مش هي وحدها متضرره، والعالم الكل متضرر. هذاك علاش لافير هذه راهي افير عالميه، ويلزم اي مواطن يحسب روحه اللي هو مواطن في العالم قبل ما يكون مواطن في داره، قبل ما يكون مواطن في المجتمع نتاعو، راهو مواطن في العالم، خاطر هذا اشكال عالمي. والمواطن راهو مدعو باش يخمم شويه زاد، فهمني؟ وباش كما قالت الاستاذه اللي كانت بحذاك على الدكتوره مريم، مدام مريم العبيدي، قالت على الانفلونس نتاع الاولياء على صغارهم. راهو الانفلونس في القرايه الانفلونس في التربيه لا، في التربيه البيئيه ثم انفلونس وثم تاثير نتاع الوالدين على صغارهم. علاش؟ صدق ولا ربي يصدق؟ صادقه. انت تحكي وانا خممت في نفس الحكايه بالطبيعه، ورجعت لي ايمان العبيدي كيفاش كانت تحكي. هذا السياق، هذا هو السياق. وخممت في مخي قلت الام اللي تبدا هكا في دارها نظيفه عفيفه، تعلم ولدها نظافه، في نفس الوقت كي تخرج في الشارع ولدها بيدو يراها تحل شباك الكهرباء وتلوح. هذا هو الاشكال. يعني هو في مخه دارنا نستحفظ عليها والشارع مباح، لكن عندنا دارنا الكبيره اللي هو المجتمع. دارنا لكن الكبيرة. هو مدى تاثير الابوين على الشيء هذا. انا كي بناتي يشوفوني هكاك مش يعملوا كيفك، على خاطر انت قدوه كوثر. الام انا نحط ساشي في الكهرباء واحنا قاصدين نربي البلاصه بعيده ولا حتى قريبه، وعندي بجنبي اي حاجه ان شاء الله حتى سكر مهما كان، سكر مهما كان تاع قهوه نحطه بجنبي. هذه السلوكيات بعديك باش نطلعوا معايا للدار، طلعوا معك للدار وعندك حشاك البوبيل معناها تلم فيها البلاصه اللي يلزم تكون، فهمتني؟ الحاجه هذيك تتحط فيها لازم تتحط فيها. الشارع راه ملك الجميع، يلزمنا عندنا نوسيون تاع المواطنه البيئيه، راهي مفهوم كبير برشا ويلزمنا نعيشوه. مواطن معناها انت كمواطن راهو دارك نظيفه، راهو حتى حومتك لازم تكون نظيفه، راهو حتى بلادك لازم تكون نظيفه طبعا. هذا هو كما قلت لك انت العز نتاع الدول الكل، العز معناها من الناحيه الاجتماعيه هو تقاس الدول بنظافه شوارعها، بنظافه ناسها، بنظافه عقولها زاده. راهو حتى البيئه تدخل في العقل على خاطر هو كل ما يحيط بالانسان. هذا هو المفهوم اللي نحب راهو نركزوا على كلمه عز. راهو ذاك العز نتاعنا منين يجي؟ أن نحترموا رواحنا، نحترموا غيرنا، ونعيشوا الكل مع بعضنا في مجتمع واحد. التلوث يوصلنا الكل إذا كان ثم حاجة باهية توصلنا الكل. الرمل كي يتمسخ للناس الكل توا جايين قادمين على السيف. هذا هو البحر كي يتمسخ راهو باش نخسروا ثروات، سورتو اللي لوحوا الساشيات معناتها نورمال نتاعنا يعني الكل. البلاستيك هذيك معضله اخرى يقتل لك السلاحف وكل شيء، لانهم هما يسخيبوه حرقه وهما يستقاطوا من الحريقه. يلقى ساشي من بعيد يمشي طول ياكلها، وهذا يتسبب له في اختناق. دونك الساشي اللي انت تلوحها شوف قديش تنجم يا اخي ناخذوها من مفهوم ديني. اخذ قد ايه تعمل في الحرام انت من غير ما تشعر، على خاطر الساشي لوحدها معناها بحركه غير اراديه. لهنا هو الحركه الغير الاراديه هذه هي فيها تاثير. كما الام تلوح الصغير راهو بحركه غير اراديه سامحني، يعاند امه، يعاند بوه، يعاند خوه الكبير. هذاك علاش راهو ثم تسلسل في المجتمع. هو الهدف منه أن نحافظوا على الأجيال القادمة. راهو ثم أجيال كيما الأجيال اللي سبقتنا خلونا أرضية باهية نعيشوا فيها، يلزمنا نستحفظوا على الأجيال القادمة. الأجيال القادمة اللي هما منا، هما صغيراتنا ومن بعد صغيراتهم. وثم العالم بصفة عامة، راهي الكرة الأرضية عندها قيمة كبيرة برشا. سي توفيق، باش نسألك سؤال، قديش نقعدوا نوعيوا؟ يلزمنا من يعني أنا وقت اللي نخرج ونشوف البحورات والساشيات
والقزاز، وواحد ينجم يعفس يروح بكارثه ولا ترسله في اورجونس، الى متى ما تسامحني. اوكي لا يأس مع الحياه، لكن انا نتنرفز وقت اللي نرى شكون يلوح حاجه في الشارع. توا يعني انا ساريس باش نمشي نتعارك معاه، صحيح، نجبد عركه من الحيط في الشارع، وتولي تقول مش تجبد عركه من الحيط، علاش؟ على خاطر مش يقول لك شنو هو دخلك، هو على خاطر مش فاهم اللي احنا الكل في منظومه واحده ونعيشوا في بلاد واحده، والبلاد هذيك مطالبين باش نستحفظوا عليها الكل. هذا هو التاثير لازم يكون موجود، يكونوا رمز نتاع نظافه. مثلا انا كنت نتفرج في المسلسلات التركيه، وقت اللي مشيت لتركيا لقيت بروبابلومون النظافه اللي في التلفزه هذيك لقيتها في الدنيا هي بيدها على خاطر توا نحكي قداش عندي من عام، توا نهتري بالنظافه. وصلت قلت لهم حتى فما بعض سبابتي اللي قلت تو نمسحهم غادي، رجعت بهم نظاف. هو ثم اراده، ثم اراده. وين ثم الشارع نظيف، الصبات كيما مشيت بيه كيما ما استحقيتش اني نعاود نمسح ونعمل ونسيرج وكل شيء. السيستم نتاع التوعيه، السيستم نتاع التوعيه يلزم ندخلوا للفكر نتاع الانسان، حتى الاحياء الفقيره، حتى احيائهم الفقيره نظافه، ما فيهاش فقر وغنى، نظافه هي نظافه. هذا هو، والمواطن هو يلزم يكون طرف. علاش احنا كي نحكيو في التوعيه كوثر ركزوا على مسؤوليه المواطن. راك انت يا مواطن، راك انت طرف، راك مش معناها تسوبي لي كونسيكونس تاع الشيء الموجود، راك انت طرف، والاصلاح يبدا من عندك انت. راهو كل واحد يصلح في الانتوراج نتاعو. انا بيدي رانا نفكروا رواحنا زاد كوثر، حتى احنا نجموا نغلطوا، راهو معناها مش معصومين على الغلط، فهمتي؟ لكن كي نغلطوا نفكروا رواحنا ونوعاو الناس الكل مع بعضنا. وتوا سي لو طون، معناها توا يفو شوكي، راهو كوثر راهو يلزمنا في التلفزه نوريو بلايص ملوثه بالكدا باش يتشوك راهو الشوك راهو عنده تاثير كبير على المواطن. الشوك راهو الكوميونيكاسيون، معناها نوعيه الاتصال اللي فيها الشوك راهي تاثر برشا على المواطن من الناحيه نتاع التصرفات نتاعو. تولي عايشه في عقله، يولي يعيش بها. اون ديغي لازمك تخوف العبد باش ينجم باش يولي. ومن ناحيه اخرى يلزم الردع، راهو اللي خالف يلزم ردع. هذا هو الكوتي اللي مازلنا فيه. راهو ثم افلات من العقاب نوعا ما، العباد اللي تعمل ما تتعاقبش. انا عندي خوف كبير من ربي والحمد لله. الحمد لله هذاك نوسيون، راهي نوسيون من النوسيون دو باز. انا حاشاكم وحاشا قدركم الكل، البوبيل نتاعي مثلا الخبز وحده باش نحطه في تركينه نظيفه. يعطيك الصحه باش حتى كي يجيو علالش ولا حتى عبد يلم الخبز يلقاهم حاضرين وتعاون في الريكوبيراسيون. ولا كيف البلاستيك وحده في ساشي وحده نظيف عفايف باهي. والبوبيل الاخرى وحدها. لا نطيش قزاز، نخاف خطر كبير. نطيش قزاز يجيك اللي يبداو يلقطوا ولا اللي يبداو يفرزوا ولا العوان تاع البلديه يحط يده، سورتو من العبين يهزوا الساشي، ما فما اللي يبدا يبربش ويتجرح. جرتي انا خطر كبير، انا نخاف ابار الجرح عندي حاجه ملوثه. اما ربي راه هذاك علاش نبدا انا اكل قزاز نلم ونعاود ونحط ونلم ونخبي كيف الحكوك نتاع الطن ولا نتاع الطماطم فيهم سيف حاد يقطع. نبدا نلف خطير برشا، خطير نبدا برشا. نتخيل مثلا تجي قطوسه شفتها عينها، هذاك الكل في مخي وانا نلوح في البوبيل. انت توا حطيت يدك على الموضوع. علاش؟ انك تتخيل وين مش تمشي الحاجه هذيك، معناها الفضلات المنزليه نتاعك تتخيلها وين مش تمشي، واش نجم تعمل. هذه واش تعمل لي ذنوب. نحب ندخلوها في مخيله المواطن. احنا نسعاو باش نوعيو المواطن باش يولي يفهم وين اكل معناها الحاجات الملوثه اللي عنده، كي مش يحطها في بلاصه يلزمو يتخيل السيركوي نتاعها وين مش تمشي، وين مش توصل. راهي ثم برشا يدين تتعدى عليها قبل ما توصل للبلاصه نتاعها، للمصب حشاك ولا البلايص اللي فيهم الريسيكلاج وفيهم الفرز. راهو حتى عمليه الفرز راهو يلزمها تكون بروجي ناسيونال، يلزم يكون معناها مشروع وطني، على خاطر الفرز راهو يربحنا برشا حوايج. كوثر راهو ثم دول ولات تستورد في الفضلات المنزليه من عند دول الاخرين، تخلق منها ثروات وتخرج منها الطاقه. هذا علاش رانا نعرفوه الشيء هذا، معناها على مستوى
معناها تيوريكمون في البال نعرفوه، اما نتعداو للتطبيق. المجتمع المدني زاد عنده دور كبير كقوه اقتراح. راهو المجتمع المدني والجمعيات قاعده تسعى وقاعده تخدم وتعاون الدولة وحدها ما تنجمش تقوم مقام المواطن، على خاطر الدولة تشرف على المشاريع الكل، والمواطن يلزم يكون واعي بالمشاريع هذيك. ساعات على خاطر ساعات تعمل حاجة باهية راهو يكفي انه خلينا نقولوا 18 على 20 مواطن يبدا عندهم وعي. المواطن عنده وعي ويكون مسؤول ويعيش ويعيش في المجتمع كطرف، يعيش كطرف. هو ثم حاجة الحملات اللي يعملوا فيها، الحملات هذه وحمله ورا حمله، علاش؟ هو عمل يومي. كل مواطن ينظف قدام داره، تو البلاد الكل تولي نظيف. انت في حومتك كان كل مواطن ينظف قدام داره وما تمسخش. فوالا تنظف قدام دارك وتنظف هذا دارك هو الاشكال، وما تمسخش اماكن اخرى، وتعتبر كل بقعه في البلاد بلادي نتاعي داري. راهو نظافه حومتك احسبها كي دارك. فوالا دارك نظيفه البلاد الكل فيها كل شيء، وتعمل هكا. دخلت اي بلاصه الجمهوريه الحبيبه لداخل اي بلاصه، انا هذيك داري لازمني نستحفظ عليها كما دخلت لها ونخليها انظف من القيت. يعطيك الصحه. وفي تقاليدنا القديمه راهو الريكوبيراسيون موجوده في تقاليدنا. في نظافه الدار راهو ثم اللي يقول لك ثم نساء يفرحوا قدام الدار، يقول لك يفرح معناها راهي كلمه باهيه. شو احلاها الكلمه؟ فرحه. فرح كي ترى نظافه ترى الفرحه، الحاجه كي تنظفها تفرح. محليه كلام هذا هو معناها كلامنا راهو فيه برشا حاجات، فيه برشا قيم. قبل كانت ثم اللي كاف في الدار يسموها الدهليز، كانت فيها العولة تتلم العولة غادي والمرأة في دارها تصرف مك العولة هذيك، وثم حاجة ريكوبيرابل، ثم حاجة تعاود تستعملها، راهو إعادة الاستعمال راهي ثقافة كاملة. راهم في اليابان ديما ناخذ ليكزامبل تاع اليابان. المرة الجاية نحكيو ما يلوحوا شيء الموضوع هذا، ونحكيو في الموضوع زاد زوز مواضيع ما نحبش ندخل فيهم خاطر معناتها عالم اخر. الناس اللي تبدا تكونكتي في الكهرباء يسوق ويكونكتي، هذيك بالسلامه المروريه لاحظتها عند الشباب سورتو يجاوبوا على المساجات وهم يسوقوا. ويتكلموا وعملهم الكل ويكونكتي ودرا شنو. دونك هذه ان شاء الله باش يكون موضوعنا في الحلقات القادمه. شكرا جزيلا سي توفيق النجار، ناشط اعلامي. كل ما تجيني كل ما نعمل معك برشا كيف مواضيع معك. وانا كذلك محليها وما توفاش. يفضلك يا كوثر. يعيشك ربي يخليك.